أسوأ منتجات شعر أنا جربتها اوعوا تجيبوها. اول منتجين هما الشامبو والكونديشنر من فارماسيريس. خلصت الشامبو على اخره وكل ما اجي استخدمه ينشف لي شعري جدا، مع انه مخصص للشعر الجاف والتالف وكمان فيه مواد كتير بترطب الشعر، الا انه بينشف الشعر جدا. اما الكونديشنر من فارماسيريس فالمفروض انه بيساعد على نمو الشعر وكثافته، بس ما بيعملش حاجه وبرده بينشف الشعر قوي. منتجات بليس للشعر الكيرلي. جربت الليفين كريم بزيت الارجان وكمان الليفين كونديشنر بالشيا باتر، بس الاتنين ترطيبهم ضعيف جدا وحسيت ان هما ملهمش فايده. وكمان سمعت ان في ناس جالها تساقط من منتجات بليس، بس انا الحمد لله ما حصلش معايا كده. سيروم دكتور ميراكلز، ريحه البيبرمنت اويل اللي فيه قويه جدا، ما حبيتهاش، بس لو انتي بتحبي ريحه النعناع هتحبيه، وهو كسيروم حلو بس تقيل. الهيت بروتكتنت من كانتو اللي بالشيا باتر بيخلي ريحه الشعر حلوه قوي، بس الحمايه بتاعته صفر. حسيت ان انا لما استخدمته شعري قصف قوي وحرقهولي، وكمان بينشف الشعر. شامبو كير من ايفون ترطيبه صفر وللاسف بينشف الشعر، مع انه المفروض ان هو بيرطب الشعر وبالكوكونات اويل. شامبو نيسابيكس بتاع القشره نو كومنت، سيء جدا ما تجيبهوش. كار 2 من اسوأ منتجات شعر انا جربتها، اوعوا تجيبوها. شامبو باي بلاس اوحش شامبو انا جربته، عالي شعري بشكل رهيب، وكل ما اوقف استخدامه واجي استخدمه تاني الاقي شعري بيقع بشكل غزير. شامبو هيربل سنسيشن هو عادي ما بيعملش حاجه، حجمه كبير قوي، بس لما تيجي تستخدميه بتقعدي تستخدمي كميه كبيره عشان يعمل رغوه او عشان ينظف شعرك، بس هو مش بيعمل حاجه بصراحه، او مش بشوف منه افكت. بس الحمام كريم بتاعه او الهير ماسك بتاعه تحفه بجد وعجبني جدا، وبرده حجمه كبير وبيرطب الشعر. للاسف الكريم ده كان دكتور هو اللي كاتبهولي ان انا استخدمه بعد الشاور، بس الكريم ده وحش جدا، عامل شبه الفازلين وتقيل قوي وبيلزق وبيزيت الشعر، فانا مش عارفه ازاي ازيت او الزق شعري بعد الشاور.